فاكر الرز؟ انساه. النهارده هقولك على حبة واحدة صغيرة شكلها عادي بس قيمتها الغذائية تضرب الرز والمكرونة في 10. بتشبع، بتقوي، بتغذي الجسم من غير ما تزود دهون. اسمها الكينوا، ودي مش موضة، دي سوبر فود حقيقي. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذية علاجية ورياضية، وهنا هنبسط المعلومات الغذائية ونخلي الدايت حاجة سهلة وممتعة. يلا بينا نعرف كل حاجة عن الكينوا. الكينوا اصلها من امريكا الجنوبية وتحديدا من جبال الانديز. كانت بتتزرع من 5000 سنة، وكانوا بيسموها أم الحبوب علشان كانوا بيعتمدوا عليها كمصدر رئيسي للطاقة. دلوقتي بقت مشهورة في أوروبا وأمريكا وانتشرت في مصر والوطن العربي. طب هلاقيها فين؟ في السوبر ماركتات الكبيرة ومحلات المنتجات الصحية، أو أونلاين. شكلها شبه البرغل أو الكسكسي، وتيجي بثلاث ألوان، أبيض وأحمر وأسود. ودلوقتي هقولك على فوائدها. 1. بروتين كامل، فيها 9 أحماض الأمينية الأساسية، يعني بروتين عالي الجودة حتى للنباتيين. 2. ألياف غذائية، بتنظم الهضم، تمنع الإمساك، بتشبع جدا. 3. مفيدة لمرضى السكر، مؤشرها الجلايسيمي منخفض فبتحافظ على توازن السكر في الدم. 4. فيها حديد ومغنيسيوم وزنك، بتساعد على إنتاج الطاقة وتقوية المناعة. 5. كالسيوم بدون لاكتوز، أكتر من اللبن كمان، وبتنفع للناس اللي عندهم حساسية منه. 6. خالية من الجلوتين. يعني إيه؟ يعني مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين أو اللي عندهم مشاكل في القولون. 7. ال 100 جرام كينوا بتساوي بروتين أكتر من الرز، زائد ألياف أكتر من العيش الأسود، زائد معادن أكتر من المكرونة كمان. لو عندك سكر، الكينوا هتكون اختيار ممتاز بدل الرز أو المكرونة. ليه؟ عشان مؤشرها الجلايسيمي منخفض، يعني مش بترفع السكر بسرعة. كمان فيها الياف كتير بتبطئ امتصاص السكر، زائد ان هي غنية بالبروتين بتخلي الهضم ابطأ، تمنع طلوع او نزول السكر بشكل مستمر، بالاضافة الى انها بتشبع لفترة طويلة، فهتقلل رغبتك في الحلويات او الاكل الزايد. بس خد بالك، الكمية مهمة، نص كوباية مطبوخة كفاية جدا في الوجبة، وما تزودش معاها نشويات تانية.